أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الأورام. استكمالا لموضوع الأنيميا، نقص الهيموجلوبين، نقص كرات الدم الحمراء بيساوي أنيميا. يجب عرض صورة الدم على طبيب متخصص باطني أمراض دم لتحديد نوع الأنيميا. الأنيميا عندنا أنواع بناء على شكل وحجم كرات الدم الحمراء، يا إما حجمها صغير أو حجمها طبيعي أو حجمها كبير. بناء على حجم كرة الدم الحمراء وبعض المعاملات الأخرى في صورة الدم أقدر أحدد نوع الأنيميا، وبالتالي أقدر أحدد إيه الأسباب المتوقعة لحدوث هذه الأنيميا، وبناء عليها التحاليل المطلوبة والعلاج الشافي إن شاء الله. هنبدأ الأول بكرات الدم اللي حجمها صغير، وديت غالبا بيطلق عليها مايكرو سيتك هايبوكروميك انيميا. في هذه الحالات مش كلها سببها نقص حديد، لا لها اسباب تانية كتير، وهنا انا بطلب من المريض بتاعي بيعمل مخزون الحديد في الدم، وبناء عليه وصورة دم او بلاد فيلم عشان نشوف المعاملات الاخرى في صورة الدم، وبناء عليها نحدد التشخيص والسبب والعلاج. ارجع واقول ان مش كل انواع الانيميا سببها نقص حديد. شفى الله الجميع وكان خطة علاجهم بالشفاء التام ان شاء الله.